في قلب مصر وعلى بعد خطوات من أعظم عجائب الدنيا السبعة، بنلاقي مشروع ضخم بيجمع بين عبق التاريخ وروعة الهندسة الحديثة. المتحف المصري الكبير أو الGEM مش مجرد مبنى عادي، ده مكان هيغير مفهومنا عن الحضارة المصرية القديمة وبشكل ما حصلش قبل كده. من أضخم استثمارات مصر الثقافية، المكان ده هيكون بيت لأكتر من 100,000 قطعة أثرية بما فيهم كنوز الملك توت عنخ آمون. بس يا ترى مع كل العظمة دي، السؤال هو هل كل حاجة هتكون جاهزة وقت الافتتاح؟ وهل المتحف ده هيقدر يوفي بوعده ويقدم تجربة ما حصلتش قبل كده للزوار؟ تابعونا في الفيديو ده علشان نكتشف مع بعض قصة المتحف المصري الكبير والتحديات اللي واجهها والأسرار اللي بتخليه من أعظم المشاريع في تاريخ مصر الحديث. لو مهتمين بمعرفة الموضوع تابعونا واضغطوا على زر الاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. وللأسف 3% من مشاهدينا مشتركين في قناتنا دلوقتي، فلو بتستمتعوا بفيديوهاتنا تأكدوا إنكم تدوسوا على الزرار. مصر دايما كانت بتخطف أنظار العالم عبر العصور بأهراماتها الضخمة وكنوزها الأسطورية، لكن التراث الغني بتاع البلد ده كان عامل تحدي كبير ما كانش ينفع يتجاهل. على مر السنين المتحف المصري في القاهرة اللي كان في وقت ما هو قمة الإنجاز الأثري، دلوقتي بقى مش قادر يستحمل كمية القطع الأثرية الكتير اللي عنده. القاعات الكبيرة اللي كانت زمان منورة ومفتوحة دلوقتي بقت مليانة على آخرها بآلاف القطع ومش قادرة تعبر عن عظمة تاريخ مصر بشكل حقيقي. وحتما كانت الحاجة لحل جديد، حل يقدر يبرز التراث الفريد ده، ومع الوقت بقت حاجة ملحة ومش ممكن نتغافل عنها. الحكومة المصرية قررت تاخد خطوة جريئة في 1992 وتخيلت مشروع ضخم مش بس هيحافظ لكن كمان هيعظم عجائب مصر القديمة. الهدف كان طموح جدا، إنهم يبنوا أكبر متحف أثري في العالم، متحف هيعيد تعريف العالم بتجربة التاريخ المصري. الرحلة من الفكرة للتنفيذ كانت مليانة تحديات. المشروع بدأ رسميا بوضع حجر الأساس في 2002، وكانت لحظة جذبت انتباه العالم كله وحطت الأساس للي جاي. لكن الطريق ما كانش سهل خالص. الاضطرابات السياسية خلال الربيع العربي في 2011 وقفت المشروع بالكامل. حلم المتحف الكبير بقى على المحك إنه يتنسي ويبقى من التاريخ. بس على الرغم من كل المعوقات دي، المشروع رجعت له الروح من جديد في 2014 لما استأنفوا البناء بإصرار جديد. لكن ومع اقتراب الإنجاز ضربت جائحة كوفيد-19 وسببت تأخير تاني، لكن العمل استمر. وبحلول 2018 اتعمل إنجاز كبير لما تم نقل تمثال رمسيس الثاني الضخم اللي وزنه 82 طن للمتحف بعناية جديدة. ودي كانت نقطة تحول بتشير لقرب انتهاء المشروع. دلوقتي ومع اقتراب المتحف المصري الكبير من افتتاحه المنتظر، مين يقدر يبعد عن تساؤل؟ يا ترى الشكل النهائي للتحفة المعمارية دي هيكون إيه بعد سنين من الترقب والجهد المستمر؟ المتحف المصري الكبير بيجمع بين الهندسة الحديثة وصدى الماضي العريق لمصر القديمة. المتحف موجود على بعد 2 كيلومتر بس من أهرامات الجيزة. المبنى الضخم ده هيكون أكبر متحف أثري في العالم، وهيعرض أكتر من 100,000 قطعة أثرية. حجم المشروع نفسه مذهل، 484,000 متر مربع من المساحة الأرضية، وميزانية تجاوزت $1,000,000,000، وتنفيذ أكتر من 50 مقاول فرعي. لكن الرحلة في بناء المتحف كانت معقدة. التصميم الثلاثي المتمايل للمبنى كان متناسق بدقة مع هرم خوفو وهرم منقرع اللي بيخلق ارتباط بصري قوي بين المعالم الأثرية القديمة دي. واجهة المتحف المصنوعة من حجر الألباستر الشفاف والممتدة لمسافة 800 متر بتعكس وتستقبل ضوء النهار. أول ما تدخل المتحف على طول هتنبهر بعظمة الأتريوم، واللي مسيطر عليها تمثال رمسيس الثاني اللي عمره 3200 سنة. التمثال الضخم اللي وزنه 82 طن ده هو الأول من ضمن العديد من القطع الأثرية الضخمة اللي بتحط لك الجو لتجربة مميزة داخل المتحف. سقف الأتريوم اللي بيوصل ارتفاعه ل 32 متر بيخلق مساحة درامية بتخليك تتأمل في السرد التاريخي الواسع المحفوظ جواها. السلم العظيم اللي بيؤدي لقاعات العرض الرئيسية بيتحوط بتماثيل للآلهة والملوك. تصميم المتحف بيعدي كونه مجرد مكان لعرض القطع الأثرية، هو مصمم ليخلق تجربة شاملة ومثيرة للزوار. قاعات العرض اللي مساحتها 24,000 متر مربع منظمة بشكل موضوعي وبتقدم سرد متعدد الطبقات بيستكشف ديانات مصر القديمة وحكامها وتركيبها الاجتماعي. القاعات دي مزودة بنوافذ زجاجية كبيرة بتطل على الأهرامات البعيدة وبتأكد على استمرارية ماضي مصر وحاضرها. بالإضافة لكده المتحف بيجمع بين مميزات حديثة متقدمة زي تجارب الواقع الافتراضي
اللي بتسمح للزوار باستكشاف مصر القديمة بطريقة بتدمج بين الآثار التاريخية والتكنولوجيا التعليمية الحديثة. بناء مبنى بالحجم ده كان محتاج تخطيط وتنفيذ دقيق. المشروع اتقسم ل3 مراحل حاسمة. المرحلة الأولى شملت تنظيف الموقع وتأمينه، وهي مهمة كانت معقدة بسبب الحاجة للحفاظ على البيئة المحيطة وتقليل التأثير على الأهرامات القريبة. الموقع نفسه اللي بيمتد على مساحة 120 فدان كان لازم يتجهز لدعم المبنى الضخم ده، وكمان الآلاف من الزوار المتوقعين يومياً. المرحلة الأولى كمان شملت بناء البنية التحتية الحيوية زي محطة إطفاء ومركز إمداد الطاقة اللي هم أساس لتشغيل المتحف بأمان وكفاءة. المرحلة الثانية من البناء ركزت على تطوير المكونات الهيكلية الرئيسية. المرحلة دي شملت حفر الموقع ووضع الأساسات، ودي كانت عملية احتاجت تقنيات هندسية متقدمة لضمان الاستقرار، خصوصاً مع حجم المبنى ووزن المواد المستخدمة. البناء شمل استخدام جسور فولاذية ضخمة وخرسانة مسلحة، وكمان في بعض المناطق الأسقف بترتفع لغاية 32 متر. استخدام الهياكل الفولاذية وبعضها اللي بيوصل ارتفاعه ل 26 متر سمح بإنشاء مساحات مفتوحة واسعة بتدي داخل المتحف إحساس بالعظمة. في المرحلة الثالثة كان التركيز على بناء الجزء الخارجي للمتحف والتفاصيل الدقيقة لإنشاء مساحات العرض الداخلية. الاهتمام كان على خلق تواصل سلس بين المناطق المختلفة في المتحف، مع السلم العظيم اللي بياخد الزوار للقاعات الرئيسية واللي هيتم فيها عرض القطع الأثرية الأكثر أهمية. بناء قاعات العرض دي احتاج دقة وعناية فائقة، لأنها مصممة لاستضافة بعض من أثمن وأرقى القطع في مجموعة المتحف، بما فيهم كنوز الملك توت عنخ آمون. ومع اقتراب الانتهاء من المتحف التركيز بقى على المراحل النهائية الدقيقة للبناء، حيث تم الاهتمام بكل تفصيلة لضمان مكانة المتحف كوجهة عالمية. الاهتمام اتنقل لتكامل تكنولوجيا متقدمة زي أنظمة الواقع الافتراضي اللي هتنقل الزوار لمصر القديمة وتخليهم يعيشوا التاريخ بطريقة ثورية. أنظمة التحكم في المناخ المتقدمة اتثبتت بدقة للحفاظ على ظروف مثالية لحفظ القطع الأثرية الحساسة في المتحف، واللي بعضها عمرها أكتر من 3000 سنة. الأنظمة دي مصممة لتنظيم درجة الحرارة والرطوبة بدقة متناهية. كمان تصميم المناظر الطبيعية في ساحات المتحف الشاسعة بقى جزء حاسم في المرحلة النهائية دي. وكمان المتحف مصمم إنه يندمج بسلاسة مع البيئة الطبيعية لهضبة الجيزة. مهندسين المناظر الطبيعية ضافوا نباتات محلية ومسارات تم وضعها بطريقة مدروسة لتوجيه الزوار عبر مساحة هادئة تدعو للتأمل. المساحات الخارجية كمان بتضم حدائق وتصميمات مائية خاصة، مش بس لتعزيز الجمال البصري لكن كمان لخلق مناخ مصغر بيتكامل مع نظام التحكم في المناخ الداخلي للمتحف عشان يحمي القطع الأثرية اللي جواه. المتحف المصري الكبير دلوقتي جاهز بنسبة 99%، واللمسات النهائية على مساحات العرض وخدمات الزوار بتوضح الاستثمار الضخم اللي تجاوز مليار دولار. المشروع ده بيعكس التراث الثقافي الغني لمصر وجاهز إنه يجذب ملايين الزوار سنوياً. المتحف بيمثل ميراث مصر اللي بيدوم عبر العصور وبيجمع بين التاريخ القديم والتصميم الحديث. رغم التحديات الكتيرة المتحف مستعد إنه يبقى أعجوبة جديدة في العالم ومنتظر افتتاحه في نهاية 2024. المرحلة لتحقيق الحلم ده كانت طويلة وصعبة، لكن النتيجة هي تحفة فنية هتفضل قائمة الأجيال. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتسيب تعليق وتشترك في القناة علشان تشوف كل جديد، وكمان فعل جرس الإشعارات علشان ما يفوتكش أي تحديث. سلام.